يا مساء الورد والفل والياسمين، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده جايبه لكم قصه فنان كلنا بنحبه جدا، عنتر السينما المصريه. تعالوا معايا نتفرج ونشوف حياه الفنان الكبير سراج منير. اتولد سراج منير عبد الوهاب منير في 15 يوليو 1904 في حي شبرا. والده هو عبد الوهاب بيه حسين، كان مدير للتعليم في المعارف. عيلته كانت عيلة فنية، واللي كتير ما يعرفوش ان هو كان ليه اخين مخرجين، هو حسن وفطين عبد الوهاب. هو اخو فطين عبد الوهاب المخرج الكبير المعروف، مش بقول لكم من عيلة فنية. ودخل المدرسة الخديوية، وكان عضو كمان في فريق التمثيل اللي دخلوا بعد قصة طريفة هحكيها لكم. واحد من اصحابه عزمه على حفلة، ولما دخل البيت لقى مسرح منصوب في حوش البيت، وكل الحاضرين بيشتركوا في التمثيل، وكان سراج منير هو المتفرج الوحيد. بس القصة دي حببته جدا جدا في التمثيل، واستمر عضو في فريق التمثيل بالمدرسة لحد الثانوية، وبعدها بقى سافر على ألمانيا عشان يدرس الطب. ولما راح ألمانيا اتغيرت حياته 360 درجة. بدل ما الراجل يقعد يذاكر علشان الطب بقى حاجة صعبة، جه وحب التمثيل أكتر. وده بسبب ان اسرته كانت بتبعت له مبلغ بسيط. قال لك اشتغل، فتعرف على مخرج هناك ألماني خلاه يمثل أدوار صامتة بس بمرتب ثابت. وساب الطب خالص وراح اتجه للسينما عشان يدرس. والتقى هناك في ألمانيا بصاحبه محمد قريب اللي كان بيدرس الإخراج، ودرس هو كمان الإخراج السينمائي. بعد عام في برلين راح لميونخ، وكان هناك أكبر مسرح في ألمانيا، وكان معاه الفنان فتوح نشاطي. وقبل أسابيع من الحرب العالمية التانية جات له برقية من فرقة مصرية للمسرح بتستدعيه إن هو يشتغل معاها، فترك ألمانيا وعاد لمصر. والبرقية دي أنقذت حياته من الأسر، عشان ألمانيا في الوقت ده بدأت الحرب، وكان من الصعب على أي مصري أو أي حد كان يخرج من البلد. يا ابن المحظوظة يا سراج، فعلا فلت من الأسر 6 سنين ببرقية. وبعد ما رجع مصر عمل مترجم في مصلحة التجارة، إلا إن حنينه للتمثيل خلاه ينضم لفرقة يوسف وهبي اللي هي فرقة رمسيس، وبعد كده لفرقة حكومية اللي بعد كده اختاروه للعمل ممثل في أفلام. واختاروا صديقه محمد كريم ببطولة فيلم زينب، وده كان فيلم صامت أنتجه 1930، ومثله أمام بهيجة حافظ، وده كانت أول أدواره السينمائية بس صامت. ولما رجع مصر لقى كل قرايبه مناصبهم الاجتماعية بقت مرموقة جدا وارتفعت، وندم جدا جدا ان هو ما كملش دراسته بالطب، لان في الوقت ده التمثيل ما كانتش مهنة مهمة او لها قيمة بالنسبة للناس المستوى زي ولاد الزوات اللي زيه، لانه كان مجتمع بالنسبة له راقي. وعلشان كده صمم انه لازم يبقى علامة بارزة في عالم الفن ويترك اثر. عشان كده كان بيبذل اقصى جهده ويعوض النقص اللي عنده وفقدانه لمهنة الطب. وكان بيحب قوي ادوار اللي يكون فيها الرزانة والعقل. لكن في مرة زكي طليمات اعطاه دور كوميدي في مسرحية شهرزاد، دور مخمخ، فصار وقعد يقول هو عايز يحطم مستقبلي ازاي. قام قال له انا فاهم انا بعمل ايه. ولما فعلا اتعرض الدور الكوميدي في المسرحية نجح نجاح ساحق، واكتشف سراج منير ان هو ممثل كوميدي شاطر جدا. وفي مسرحية كان فيها دور بطولة غاب بطلها فؤاد شفيق، وأسندوا الدور على طول لسراج منير اللي هي مسرحية سلك مقطوع، وعمل الدور ونجح نجاح بارع جدا، واشتهر بعدها جدا جدا. وأنتج للسلم 100 فيلم، منهم 18 مثل فيهم. أما بقى عن فيلم عنتر ولبلب سنة 1945 ده كان تعويض ربنا ليه، وسر نجاحه إنه حب الجماهير ليه ويخف دمه جدا جدا هو ومحمود شكوكو. ومن بعد الفيلم ده ما عادش كان بيحس بعقدة النقص اللي عنده، وإن هو ما كملش تعليمه في وسط عيلته، لأنه عمل توازن اجتماعي بينه وبين الطبقة اللي كان عايش فيها. وبعد ما قعد 10 سنين في فرقة جمعية أنصار التمثيل انضم بعدها لفرقة الريحان، مش عشان سمعتها الفنية بس، لأ عشان حب عمره الفنانة ميمي شكيب.
وأول ما انضم لفرقة الريحاني خد فيها الصفوف الأولى، وكان الريحاني بيحبه جدا، وجعل لفرقة الريحاني حتى بعد ما ماتوا اسم. وبعد موت الريحاني حاول يسد بعض من الفراغ اللي تركه طبعا النجم الكبير نجيب الريحاني. وفي أواخر أيامه جعل فرقة الريحاني في مدرسة التحاء الفنانين عشان يعلمهم ويدربهم، لكن كتير منهم بقى ينصرفوا لأن كل واحد عايز يصنع نفسه بنفسه، وما فضلش في الفرقة إلا قلة قليلة. ولما اتدهورت صناعة السينما قال أما انتج شوية أفلام كويسة مثالية عشان ارتقي بصناعة السينما، واختار فيلم سينمائي عشان ينتجه وهو حكم قراقوش. ده كان بيعبر عن وقت أو تاريخ مصر من الفساد والرشوة في الوقت ده، والفيلم ده اتكلف إنتاجه 40,000 جنيه، لكن للأسف لما اتعرض في السينما ما جابش أكتر من 10,000 جنيه، واضطر إن هو يرهن الفيلا اللي كان عايش فيها هو ومراته الفنانة ميمي شكيب، ودي كانت صدمة له وسببت له ذبحة صدرية. أما عن قصة زواج ميمي شكيب وسراج منير فكانت قصة غريبة جدا، ان هما الاتنين حبوا بعض، لكن لما جه علشان يتقدم لها اسرته رفضت بالكامل لانها ست اتجوزت قبل منه وكمان كانت مخلفة ولد، فكاد رافضين الموضوع رفض تام. واتدخل نجيب الريحاني واقنع الاسرة ان يتم الزفاف، وفعلا تم الزفاف في 1942 وعاشوا حياة زوجية هادئة لمدة 15 عام. عملوا مع بعض أشهر أفلام زي الحل الآخر 1937، وزي بيومي أفندي 1949، ونشالة هالم 1953، وابن الزوات 1953. أما عن قصة وفاة سراج منير فهي قصة غريبة جدا، فعلا الإنسان كأنه بيشعر إنه هيموت قبلها بفترة، وده اللي حصل مع فناننا الكبير سراج منير. كان بيحكي لمراته وبيقول لها تصوري يا ميمي ان صاحبي اللي كان عيان بالقلب دون راح وخرج مع اصحابه ورجع بيته اتعشى عشوه تمام وقال لهم ناولوني ميه ساقعه، وشرب الميه الساقعه ونام. جم يصحوا الصبح عشان يفطر لقوه بياكل وبيفطر مع الملايكه ومات موته جميله قوي، اتمنى نفس الموت. وده اللي حصل له فعلا، رجع من المسرح كان تعبان، اتعشى واكل وكله تمام وطلب ميه ساقعه ونام ما قامش، وبيصحوا الصبح لقوا ابتسامة الرضا جميلة جدا على وشه. وتوفى سراج منير في 13 سبتمبر 1957 بشكل مفاجئ جدا زعل عليه كل أصحابه الفنانين وخصوصا فرقة الريحاني عن عمر 53 عام. رحم الله فناننا سراج منير. ولو وصلتوا للفيديو لنهايته ما تنسونيش في لايك والاشتراك بالقناة، وبشكركم جدا لمتابعتكم.